النهارده بقى هنعمل الحواوشي في البيت. طبعا الطريقه سهله جدا وهتعمليها بكل سهوله، مش هتشتري حتى العيش بتاع الحواوشي من بره، هتعمليه على ايدك في البيت وبكل سهوله جدا. تابع الفيديو معايا لحد الاخر. اول حاجه هبدا بيها وهي العيش بتاع الحواوشي. معايا 4 كوبايات من الدقيق وعليهم رشه صغيره من الملح وباكت من الخميره، وهنزل عليهم كوبايه من الميه الفتره. الميه تكون دافيه، ما تكونش يعني بارده من الحنفيه، لان احنا في الشتاء. بعد كده بقى هبدأ ان انا اعجن العجينة بتاعتي. طبعا يا جماعة العجينة بتاعة الحواوشي ما بتكونش يابسة قوي، بيكون فيها سنة تلزيق بسيطة. بعد كده بنزل عليها ب3 4 معالق من الزيت. احنا كده بنلم العجينة علشان نحطها بعد كده تتخمر، ونبدأ بقى في باقي الخطوات. بعد كده بقى هسيب العجينة تتخمر في مكان دافي. انا كنت حطاها في المطبخ، كده كده المطبخ بيكون دافي يعني. بعد كده بقى الخضار بتاع الحواوشي اللي هضيفه على اللحمة. قرن فلفل من اللي هو الفلفل الأحمر الكبير ده. لو عندك فلفل بلدي صغير استعملي 2. بعد كده معايا بصلتين متوسطين الحجم، ومعايا قرن فلفل أخضر. هقطع بقى الخضار ده. طبعا أنا مش بقطعه ناعم، لأن كده كده أصلا هنفرمه في الكبة. هنزل بالفلفل والبصل في الكبة، وبعد كده هفرمه فرم ناعم، بس ما يكونش ناعم قوي، اللي هو يعني ينزل السوائل اللي فيه، يكون متوسط. بعد كده بقى هاخد الخليط بتاعي ده وهنزل عليه. هنزل على اللحمة. معايا نص كيلو من اللحمة. طبعا اللحمة بتاعت الحواوشي يا جماعة لازم يكون فيها نسبة عالية من الدهون. هحط بقى البهارات بتاعتي، هحط الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، وهحط بصل بودر، وهحط نص معلقة من الثوم البودر. وبعد كده هحط توابل لحمة وفلفل اسود طبعا، ومعلقه صغيره من توابل الحواوشي وبابريكا. هبدا بقى ان انا اعجن كل المكونات دي مع بعضها. طبعا يا جماعه احنا مش بنعجن، مش بنخليها زي عجينه الكفته بنعجن فيها قوي، لا يعني يا دوبك بس المكونات تتداخل مع بعضها، وبعد كده نبدا بقى ان احنا نعمل باقي الخطوات. كده خلاص اللحمه بتاعتي جاهزه، وكمان العجينه كانت اتخمرت. يعني ما شاء الله العجينه ارتفعت جدا لدرجه ان هي لزقت في الغطا. هبدا بقى ان انا اهبط العجينه بتاعتي، وهبدا ان انا اعملها على شكل كرات. طبعا يا جماعه العجينه لازم نحطها في مكان دافي، لان احنا في الشتاء، علشان يعني بتاخد وقت شويه في التخمير. حطيت يعني يمكن حطيت خميره كتير شويه، علشان انا يعني ايه كنت عايزه اكسب وقت، وعايزه ايه اخلص بسرعه. تمام. بعد كده بقى هبدأ ان انا اكور العجينة بتاعتي على شكل كرات. هجهزها هي واللحمة. اللحمة هعملها على شكل كرات، والعجينة على شكل كرات، والكرات تكون متناسبة لبعضها في الحجم. بعد ما خلصت كل كمية اللحمة وكمية العجين، ببدأ بقى ان انا اجيب رشة من الدقيق كده، علشان العجينة ما تلزقش معايا، وببدأ ان انا افرد العجينة على شكل دائري. طبعا التشكيلة اللي انت تحبيها، بس يعني يستحسن ان احنا نعمل الحواوشي على شكل دائري. بعد كده بقى بحط كرة اللحمة في النص، وببدأ اقفل العجينة عليها من كل الجوانب. طبعا انت ممكن تجيبي قطعتين عجين وتلزقيهم في القطعة التانية، بس الطريقة دي احسن واسهل، وهتضمنلك ان الحواوشي ما يتفتحش منك وانت بتعمليه في الفرن. اهم حاجة تقفلي العجينة كويس، وتتأكدي ان هي متقفلة كويس، علشان ما تعملش يعني اللحمة ما تطلعش بره العجينة.
وبعد ما خلصت كل كمية الحواوشي نيجي بقى للتسوية. انا حبيت ان انا اعمل معاكم رغيف حواوشي كده في الطاسة للناس اللي مش حابة تعمله في الفرن. انت بتسخني الطاسة وبعد كده بتوطي النار خالص، يعني بتكون النار هادية علشان اللحمة تستوي من جوه. بتحطي رغيف الحواوشي وطبعا تكوني حاطة زيت في الطاسة. بتقلبي الحواوشي على الجهتين، طبعا مش بنسيبه على جهة تتحمر قوي والجهة التانية تكون لسه بيضة، لا، يا دوبك يصفر من جهة والجهة التانية تقلبيه علشان يبقى لونه اصفر. بعد كده بتقلبيه تاني لحد ما لونه بيحمر، زائد ان انت طول ما انت موطيه النار اعرفي ان اللحمه بتتسوى كويس تمام. بعد كده بقى انا جبت صينيه وحطيت عليها بقيه الحواوشي اللي كان لسه ما اتعملش وحطيتها في الفرن، وطبعا دهنت الصينيه زيت ودهنت الحواوشي زيت. وبعد كده دخلته فرن ساخن، طبعا بوطي النار خالص علشان اضمن ان اللحمه تستوي من جوه. وده رغيف الحواوشي اللي احنا عملناه في الطاسة. هو مفيش فرق بينه وبين المعمول في الفرن خالص، الاتنين زي بعض، لان احنا عاملين الحواوشي من الاول خالص وهو عجين. لكن لو انت جايباه عيش جاهز من بره الموضوع هيفرق شوية، هيتعمل في الطاسة ويتحمر اسرع. وممكن يعني لو مخدتش بالك اللحمة ما تستويش كويس، فيستحسن ان انت تعمليه في الفرن في جميع الحالات. يعني انا بفضل ان انت تعمليه في الفرن، سواء انت جايبه عيش جاهز من بره او لو جايباه لو انت عاملاه عجين على ايدك تمام. وكمان هيوفر معاكي في الوقت، وكمان يعني هتعمليه اسرع ومره واحده. لكن الطاسه هتقفي كتير وواحد ورا التاني، يعني هياخد معاكي وقت شويه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وقولوا لي رايكم في التعليقات.